السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة سمك سنجاري. انا عاملاه بالبلاميطة، تقدري تعمليه بالبلاميطة او بالطبارة زي ما تحبي. مين فيكم بتحب الفرن البلدي؟ وهنعمل في الفرن البلدي. هنعمل كل حاجة مع بعض خطوة خطوة، وهوريكم الطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نعمل مع بعض. اول حاجة حضرت البصل والفلفل الاخضر والطماطم وهحطهم في الكبة، طبعا معهم الملح والبهارات وبالذات الكمون. الكمون صديق الاسماك، كل ما تعملي اي اسماك زودي الكمون شويه، بيضيع زفرة الاسماك. فص توم ولا اتنين، ما تكتريش. كل حاجه هنعملها مع بعض وعلى مهلنا، مش هسرع الفيديو عشان تعرفوا بتعمل ازاي. وده كان عندي جزر فرماه وعيناه في الفريزر. الجزر برضو بيبقى حلو مع الاسماك. هحشي بقى السمكة فتحتها بالشكل ده وحشيتها بالطريقة دي. طريقة سهلة وبسيطة وكلنا بنحبها، لو جربتيها هتعجبك. واحدة واحدة تحشيها بالطريقة دي، وفي الاخر هرصها في الصينية. هوريك برضو برصها في الصينية ازاي. عايزة تحطي شوية زيت في الخلطة دي يبقى كويس برضو. ما حبيتيش تحطي زيت مفيش مشكلة. الناس اللي بتحب تعمل دايت ومش بتحب تكتر الزيت، ممكن برضو تحط شوية زيت في الصينية قبل ما تحط الخلطة. حطيت جزء من الخلطة وبعدين الاول الزيت وبعدين جزء من الخلطة ورصيت السمك، واللي فاض من الخلطة حطيته برضو على الوش كده. الخلطة دي خلت طعم السمك جميل، بس بصراحة هي اتحرقت مني من تحت الصينية، شوطت شوية عشان هي كانت في الفرن البلدي، والفرن البلدي كان عتمة ما كنتش شايفة كويس. مين بيحب الفرن البلدي؟ مين بيحب يعمل اكله في الفرن البلدي؟ انا بحب الفرن البلدي، واي حاجه بلدي وفلاحي بحبها قوي. الاكل كان طعمه جميل. لو ما عندكش فرن بلدي طبعا تعملها في فرن البوتاجاز، تحطها في فرن البوتاجاز، ولو لقيتيها ما اخدتش لون من فوق تحمرها في الشوايه شويه. كنت بشوي سمك وطباره وعامله صينيه، عامله شغل جامد. ايه رايكم؟ ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناه. كان طعمها جميل. الفرن البلدي ده بعمل فيه حاجات كتير. ده بعد ما خلصت شوطت مني شويه عشان الفرن كان عتمه ما كنتش شايفه الفرن جواه ايه. كان المفروض اشدها وابص وكده، بس انا مش عارفه ما بصتش فيها الا في الاخر. بس كان طعمها جميل قوي. الخلطه دي بتخلي طعمها جميل. وبقيت اجيب الواحده كده واحط عليها ليمون، وحط عليها ليمون برضو قبل وهي بتستوي. وسلام. ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناه.